السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ساعات قليلة من فوز بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قال له كل واحد يعرف حجمه، كل واحد يقف في مكانه. الاتحاد الأفريقي على طول أصدر تصنيف لأفضل الفرق الإفريقية، سواء على صعيد النقاط أو على صعيد القيمة التسويقية. الاتحاد الأفريقي قال مين العشرة الأوائل في إفريقيا في رصيد النقط، ومين العشرة الأوائل في القيمة المالية. طبعا هنا الأهلي الأول بجدارة، وهنا الأهلي الأول بجدارة. في النقط الأهلي الأول بجدارة 78 نقطة، اللي وراه فارق 16 نقطة، 16 نقطة بيننا وبين صن داونز الإفريقي الثاني. مين الثالث؟ الترجي. مين الرابع؟ نهضة بركان المغربي. طب مين الخامس؟ سيمبا التنزاني. طب خيبة الأمل والمتعوس وخيبة الرجا كام؟ السادس والسابع. الفرق بين الأهلي وبين بيراميدز اللي هو في المركز السادس 31 نقطة، وبيننا وبين الزمالك المتعوس اللي في المركز السابع 36 نقطة. أما بقى في القيمة المالية عشان تعرف ناديك فين، الأهلي قيمته المالية 46 مليون يورو تمن اللاعبين. صن داونز ورانا بفرق 11 مليون يورو، فرق كبير. الترجي وبيراميدز مع بعض في المركز الثالث كل واحد 20 و20 40، الاثنين على بعض اقل من الاهلي اللي 46. بينما المتعوس خيبة الرجا الزمالك 15 مليون تحت الاهلي ب 31 مليون يورو، والزمالك ال 15 مليون دول هينزلوا ل 7 مليون يوم 6 يونيو لما زيزو يسيبهم، ويفضل اللعيبه اللي عندهم كل مجموعهم 7 مليون يورو. ما شاء الله ما شاء الله. داخلين على الصيف، فاضل كام ماتش للاهلي في كأس أندية العالم؟ انتر ميامي الامريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وان شاء الله نكمل شويه، انما عندنا اجازه طويله لغايه 8 اغسطس. فرصه بقى نلبس التيشيرتات بتاعت الانديه والمنتخبات بمناسبه ماتش الاهلي وباتشوكا الودي ان شاء الله يوم 8. ده التيشيرت بتاع منتخب المكسيك، انما اوعدكم ان شاء الله ان شاء الله ب 100 تيشيرت مختلف لأندية ومنتخبات العالم خلال فترة الصيف من كل القارات وكل الدول. لما تلاقي زملكاوي متعوس فرحان لبيراميدز وبيعايرك كأهلاوي ان بيراميدز بطل افريقيا، قل له تعالى اقول لك حاجة خفيفة. سنة 23 من سنتين الاهلي كسب الدوري والزمالك طلع الثالث بفرق 23 نقطة، 23 نقطة. انما الغريبة ان بيراميدز طلع الثاني بفرق 10 نقط عن الزمالك. السنة اللي بعديها بقى 24 الاهلي بطل الدوري والزمالك برضو الثالث والفرق زاد ل 29 نقطة. فين انت؟ انما العجيبة ان الفرق يوميها كان بين بيراميدز والزمالك 23 نقطة. فين 23 نقطة بين بيراميدز والزمالك؟ الدوري بقى الاخراني ده كان قصير 26 ماتش بس. الفرق بين الاهلي والزمالك اللي هو الثالث 11 نقطة، وبين بيراميدز والزمالك 9 نقط. يا نهار ابيض، ده بيراميدز مش معديك، ده بيراميدز دايس عليك دوسة غير طبيعية. الناس خيبتها السبت والحد، والزمالك خيبته ما وردت على حد يا جماعة. الحمد لله. قلت لكم الاهلي رايح يلعب في كاس أندية العالم، عندنا 3 ماتشات. يا بختك يا خوسيه ريبييرو المدير الفني الاسباني الجديد للنادي الاهلي، عنده رفاهيه غير طبيعيه في الوسط والهجوم. مطمن قوي 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 انا بقى للهجوم، ومطمن ان احنا هنجيب جول في ال3 ماتشات. يعني كل ماتش للاهلي الاهلي على الاقل هيجيب جول في اي فرقه، في بالميراس، في بورتو، في انتر ميامي. اللي قلقني الدفاع بس. رفاهيه ريبييرو عنده مين بقى في الهجوم؟ عنده حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، واشرف بن شرقي، وسام ابو علي، ونيش جراديشار، ومحمود حسن تريزيجيه، واحمد سيد زيزو. ياه، عايز من دول 3 أو 4 في كل ماتش. وعنده فرقه ايه اللي قاعد بره احسن من اللي جوه.
ده غير ان في وسط الملعب عنده امام عاشور ومجدي قفشه وبن رمضان. تلعب مين في دول؟ الله اكبر الله اكبر على الاهلي. فاضل بس ريبيرو يضبط لنا الباكين، لان بعد خروج علي معلول من القائمه بعد اصابته اللي طالت ما بقاش عندنا باك نقدر نعتمد عليه في الجانب الهجومي. اخر واحد كنا بنقدر نعتمد عليه في الجانب الهجومي 10/10 هو علي معلول. يا ريت بقى ريبيرو يركز تركيز السنين على الباكين عشان يحسنوا الاداء الهجومي ان شاء الله. النهارده في اجتماع اتحاد الكره مع مندوبي الانديه كان خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي هو الممثل النادي الاهلي. اتكلم بكل شجاعه وبكل صراحه وقال مطلوب رقابه صارمه على الانديه في ايراداتها ومصروفاتها وميزانيتها عشان نطبق قانون اللعب المالي النظيف، لان الموضوع في مصر خرج عن الادب وخرج عن النظام. خالد مرتجي قال ان النادي الاهلي هو النادي الوحيد في مصر اللي عنده شركه كوره، شركه لها ميزانيه تعرض على الدوله، شركه ميزانيه تروح لمصلحه الشركات، تروح الجهاز المركزي للمحاسبات. النادي الاهلي مصروفاته ايراداته بتروح للجهاز المركزي للمحاسبات عن طريق شركه الكوره. فيش ولا نادي فيك يا مصر، ولا نادي بتروح ميزانيته للدوله على الاطلاق. وطبعا وزاره الشباب اكبر متلاعب في مصر لصالح نادي الزمالك ونادي بيراميدز. خالد مرتجي كمان طالب اتحاد الكوره بالشفافيه في اصدار الرخص، وطالبهم باعلان اليه اصدار الرخص، لان في انديه طلع لها رخص وهي مخالفه تماما للقوانين، والاتحاد الدولي لكره القدم بيراجع الموضوع ده. خالد مرتجي طالب كمان بزياده عدد اللاعبين الاجانب لانديه الدوري المصري لرفع المستوى. لكن سبحان الله، لأن العلم نور والجهل مكانه 100 عقبة، نادي الزمالك اعترض. ما اعترضش على زيادة عدد الأجانب بس، لا ده طالب بتقليلهم. يا نهار أبيض، عايز يقلل. احنا مصر عندها 5 أجانب، قال لك لا نقللهم. طب نقللهم ليه يا لبليبو؟ قال لك علشان نرفع مستوى منتخب مصر. واو، نرفع مستوى منتخب مصر احنا نقلل عدد الاجانب. طب ما تيجي نشوف الدول اللي عندها منتخبات قوية، هل مقللين عدد الاجانب؟ مين بطل اوروبا؟ اخر بطل لاوروبا اسبانيا. كسبت مين في الفاينل؟ انجلترا. يعني اقوى منتخبين في اوروبا اسبانيا وانجلترا، ومعاهم طبعا في اوروبا فرنسا اللي كانت تاني كاس العالم. عارف يا لبليبو، نادي برشلونة اللي هو بطل اسبانيا، اللي منتخب اسبانيا بطل اوروبا، اقوى نادي فيه اللي هو برشلونة اللي هو واخد الدوري، عنده كام لاعب اجنبي؟ كابتن فريق برشلونة اجنبي، والكابتن نمرة 2 اجنبي، كابتن الفريق الالماني تير شتيجن الجول بتاعهم، كابتن نمرة 2 الاوروجواني اراخو قلب الدفاع، كابتن نمرة 3 لاعب الوسط فرانك دي يونج الهولندي، الكابتن نمرة 4 رافينيا البرازيلي. يا نهار ابيض يا لبليبو، يعني كابتن الفريق ونمرة 2 ونمرة 3 ونمرة 4 كلهم اجانب، وطبعا الجونين اجانب، تشيزين البولندي وتير شتيجن، غير طبعا الهداف ليفاندوفسكي البولندي. ايه ده؟ الناس دي بتفكر ازاي؟ طبعا عندهم دنمارك وعندهم برشلونة. ريال مدريد بقى اللي هو طلع التاني، الجونين بتوعه اجانب، كورتوا البلجيكي واللونين الاوكراني. عنده بقى ايه؟ عنده كام لعيب فرنسي، عنده مابي وكامافينجا وتشاوميني، عنده كام لعيب برازيلي، فينيسيوس جونيور، وعنده رودريجو، وعنده اندري، كل دول برازيليين. عنده لاعب مغربي ابراهيم دياز، عنده فالفيردي الاوروجواني في وسط الملعب، عنده بيلينجهام الانجليزي في وسط الملعب، عنده ما شاء الله مودريتش الكرواتي اللي لسه سايبه، عنده ألابا النمساوي وميليتاو البرازيلي، وعنده روديجر الألماني، وعنده أردا جولر التركي. عنده 13 لاعب جنسياتهم مختلفة، 13 جنسية مختلفة. الله، وجاي لهم أرنولد الإنجليزي كمان. أما بقى إنجلترا اللي طلعت التاني، فليفربول البطل بتاعها عنده 12 جنسية مختلفة في الفريق اللي فاز ببطولة إنجلترا البريمير ليج، على راسهم طبعا نجمنا الأيقونة محمد صلاح. أليسون برازيلي، إندو ياباني، فان دايك وجاكبو هولنديين، كوناتي فرنسي، لويس دياز كولومبي، سوبسلاي
هنغاري، نونيز أوروجواني، ماكاليستر أرجنتيني، كيزا إيطالي، جوتا برتغالي، سيميكاس يوناني، ده غير الاسكتلنديين والأيرلنديين. 12 جنسية مختلفة. مانشستر سيتي عمر مرموش مصري، والحارس برازيلي إدرسون، برناردو سيلفا برتغالي، جوندوجان ألماني، دي بروين ودوكو من بلجيكا، هالاند نرويجي، أكي هولندي، جوارديول وكوفاسيتش كروات، أكانجي سويسري، خوستانوف أوزبكستاني، رودري أحسن لاعب في أوروبا أسباني، وأتشيفيري أرجنتيني. الناس اللي بتقول نقلل عدد الأجانب عشان نرفع مستوى منتخب مصر دول مش جهلة وبس، دول جهلة وحاقدين. دول لو الأهلي قال نقلل عدد الأجانب هيقولوا لا نزود عدد الأجانب. بيشوفوا الأهلي عايز إيه ويعملوا العكس على طول، مش من منطلق خالف تعرف، لا من منطلق خالف تكره. بيكرهوا الأهلي، خليهم كده، خليهم في الغي. بيراميدز مش عداهم، بيراميدز طمس عليهم، بيراميدز دايس عليهم دوسة، خلاص خلص عليهم. اخر 3 دوري الفرق بينهم وبين الزمالك في النقط ضخم جدا، وفي ال3 الاهلي البطل من فضل الله، من فضل الله. واذا كان بيراميدز خد دوري الابطال السنه دي، ربنا بقى يحاسبه الحساب العسير مارسيل كولر الجبان اللي ضيعنا. فالحمد لله كل اللي كسبوا البطولات الكبيره في القارات ال3 جداد، مش بيراميدز مش فلتة يعني. واحنا كاسبين البطوله دي 4 مرات في اخر 6 سنين. مين قدنا؟ الحمد لله الحمد لله. انما كل كوم والبتاع اللي احنا عملنا منه بني ادم اللي اسمه محمد ناجي جده، اللي لعب للاهلي في الفتره من 2010 ل 2016 وبقى بني ادم والناس عرفته، وبقى مطلوب بعد ما بطل وبيشتغل دلوقتي مدرب في نادي بيراميدز. طلع يتريق على الاهلي، طلع يسخر من الاهلي ويتطاول على الاهلي ويتهم الرابطه انها ساعدت الاهلي، مع ان الغبي ده الحاقد ده ما يعرفش ان طلب بيراميدز بتاجيل ماتش سيراميكا ما فرقش، لان هم كسبوا سيراميكا 5 وكسبوا دوري الابطال، يعني الرابطه ما ظلمتهمش. اما بقى بشأن ان ال3 نقط اللي عايز الخصم بتاعهم اللائحه، اقرا اللائحه، بس انت ما بتعرفش تقرا. انت كبيرك تبصم، انت كبيرك تتكلم، انما تقرا لا. القرايه دي لها ناسها. اللائحه دي لما تتحط قدامك مش هتعرف تقراها. انت اخرك بس الكره تيجي لك قدام الجول والجول فاضي تقوم جايب جول بس. سبحان الله سبحان الله على اللي الاهلي عملهم بني ادمين وبيتطاولوا على النادي الاهلي. النهارده الاهلي اعلن رسميا صفقه حارس مرمى الجديد محمد سيحه، حارس المرمى اللي كان بيلعب السنه اللي فاتت في حرس الحدود معار من نادي المقاولون العرب. الاهلي خلص مع نادي المقاولون العرب واللي هو صاحب الحق في الحارس في عقد لمده 5 سنين. ما شاء الله محمد سيحه قال انه بمجرد ما وكيله قال له الاهلي عايزك، قال له على طول خلص، ما تتكلمش في فلوس وما تتكلمش في اي حاجه، انا رايح اكبر نادي في افريقيا. قال ان لما دخلت من بوابه النادي الاهلي شعور تاني، واللعيبه استقبلتني في اوضه اللبس ما فيش اي غربه، ناس محترمه لدرجه غير طبيعيه. الاهلي كمان اتصل بنادي الخلود السعودي وطلب منه بطريقه وديه انهاء تعاقد على سبيل الإعارة مع النجم المالي أليو ديانج اللي بتخلص يوم 30 يونيو عشان يتمكن من الانضمام لبعثة النادي الأهلي اللي تسافر إن شاء الله بعد بكرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة إن شاء الله في نهائيات كأس العالم. رئيس نادي الخلود كان صرح تصريح ممتاز، قال إن النادي الأهلي لو طلب أليو ديانج في أي وقت احنا هنوديه له لغاية باب النادي بالشروط اللي يطلبها النادي الأهلي. النادي الأهلي كان محترم جدا معانا لما أعار لنا أليو ديانج، ولما اتأخرنا عليه في الفلوس كان محترم جدا معانا وما عملناش أي مشكلة. فإحنا تحت أمر النادي الأهلي في أي حاجة يطلبها، وإحنا بنشكر نادي الخلود وبننتظر إن شاء الله القرار بسرعة. النهاردة اتحاد كرة القدم أصدر بعض القرارات بعد الاجتماع اللي حصل. أول حاجة إن لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز الكولومبي بلا تغيير، قرار زي الطين زي وشهم. تاني حاجة إن إبراهيم الكفراوي بيدخل ممثلا للنادي الأهلي بدل عماد متعب في رابطة الأندية، ولكن رابطة الأندية بباقي أعضائها بلا أي تغيير برئاسة أحمد دياب، قرار زي الطين زي وشهم. ثالث قرار
هيستمر طه عزت رئيسا للجنة المسابقات برابطة الأندية. ده أطين من الطين. وأنا طالبت إدارة النادي الأهلي إنها تتدخل، وإدارة النادي الأهلي ما طلبتش ولا عملت وساكتة. وتشوفوا طه عزت ده من ساعة ما مسك هو ما عندوش غير الإساءة للنادي الأهلي، وما عندوش غير الظلم النادي الأهلي، وما عندوش غير عقوبات على النادي الأهلي. حاجة فظيعة بصراحة. واستمراره ده مسألة مطينة بطين زي وشهم كلهم. احمد دياب بعد ما صرح ان الدوري الممتاز الموسم اللي جاي هيبدأ 15 أغسطس، ما عداش ساعتين ورجع يصرح لا هنخليه 8 أغسطس. ليه؟ عشان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر طلب تقديم الدوري علشان الأندية تلعب 4-5 ماتشات قبل ما منتخب مصر يلعب في شهر سبتمبر مباراته الرسمية ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم. التصفيات اللي احنا ضمننا 100% ان احنا هنتأهل، المباراة اللي مفيش أسهل منها، ومع ذلك بيعدل جدول الدوري العام علشان الأندية تلعب 4-5 ماتشات بدل ما تلعب 3-4 ماتشات. كل شيء في مصر ماشي بطريقة فيها مجاملات وفيها رضوخ. الدوري العام هيبقى 21 نادي، لسه النظام لم يتحدد بشكل نهائي، لكن غالبا هيبقى دوري من دور واحد، كل نادي يلعب 20 مباراة، وبعدين يبقى دوري البطولة مجموعة واحدة من 7 أندية أو 8 أندية أو 9 أندية، لسه ما استقروش، لكن غالبا هيبقى 7 علشان يبقى كل نادي يلعب 26 مباراة زي ما لعبوا السنة دي بالظبط 26 مباراة. شركة تذكرتي أعلنت النهاردة عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز اللي هتقام مساء الخميس 5 يونيو في استاد القاهرة الساعة 8:30 مساء. السؤال هنا، كم تذكرة هتعرضها تذكرتي لجماهير نادي الزمالك أحد الطرفين في هذه المباراة؟ الحد الأقصى في الكرة المصرية دوري كاس أي مسابقة 15,000 متفرج بيتقاسمها جمهور الناديين. يعني الزمالك سقفه 7,500 تذكرة. كل ماتشات كاس مصر السنة دي اتلعبت بدون جمهور لغاية دور الثمانية، وبعدين سمحوا في دور الثمانية ب5,000 متفرج. السؤال، كم تذكرة هتتباع لجمهور الزمالك في نهائي كأس مصر؟ احنا هنشوف. انت هتقول هتكذب هتتلاعب، لكن احنا هنشوف، لان استاد القاهرة واضح. وانا بقول لك اهو، هيفتحوا التذاكر لجمهور الزمالك اكتر من الطبيعي، وهيفتحوا الابواب لجمهور الزمالك بدون تذاكر. واذا لقيت اقل من 30,000 على الاقل من جمهور الزمالك في استاد القاهرة، قول علاء صادق ده ما بيعرفش اي حاجة. على الأقل 30,000. واحفظوا الفترة دي وهنعيدها، الفقرة دي هحطها لكم ونعيدها تاني يوم المباراة، عشان الحد الأقصى 15,000 متفرج لجماهير الناديين. الزمالك لوحده في نهائي الكاس مع التلاعب بتاع تذكرتي والتلاعب بتاع أشرف خيبتي والتلاعب بتاع الدولة هيوصل ل30,000 على الأقل. ده بقى غير إيه؟ غير طاقم الحكام الملاكي اللي الزمالك طلبه بالاسم، واللي هيتعين بقرار من نادي الزمالك بقيادة حكم الدرجة الأولى محمد الحنفي. نادي بيراميدز في السر كده من ورا نادي الزمالك بيقول لهم ببلاش حنفي هاتوا لنا حكم دولي، حتى لو ابو نطة محمد معروف. لكن لحد هذه اللحظة محمد الحنفي هو اللي متعين لإدارة المباراة النهائية لكأس مصر. ما شاء الله النهاردة جماهير نادي ليفربول اختارت أيقونة الكرة المصرية والإفريقية نجمنا الرائع محمد صلاح للفوز بجائزة أحسن لاعب في فريق ليفربول الفائز بالدوري الإنجليزي بريمير ليج كأحسن لاعب للموسم الأخير، بعد التتويج ببطولة الدوري، وبعد التتويج بجائزة أحسن لاعب في رابطة النقاد، وبعد التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي كلها لمحمد صلاح. النهاردة بيضيف جائزة أخرى هي أحسن لاعب في نادي ليفربول خلال الموسم. دي 5 مرة في 7 سنوات ونص محمد صلاح يفوز بجائزة أحسن لاعب في ليفربول خلال الموسم. ما شاء الله، رقم قياسي لأي لاعب في نادي ليفربول 5 مرات في 7 سنين.
لم تحدث في التاريخ، حتى مع ستيفن جيرارد، حتى مع ايان راش، حتى مع روبي فايلر، حتى مع كيني دالجليش. مبروك لصلاح وطاب مساؤكم.